نضارة القراية. أي شخص بعد سن 40-45 سنة بيبتدي ما بيشوفش الحاجات القريبة بشكل كويس، ببتدي إن أنا محتاج ألبس نضارة عشان تكبر لي الحاجات القريبة. ممكن أكون بشوف البعيد كويس، أو ممكن أكون بلبس نضارة عشان أشوف البعيد كويس، فببتدي أعمل نضارتين. نضارة القراية دي حاجة طبيعية مع تقدم السن. العضلات اللي ماسكة في عدسة العين بتبتدي بتضعف كل شوية، فكل 3 سنين ببتدي ان انا اروح للدكتور عشان اغير مقاس نضارة القراية. ممكن النضارات دي بتكون جاهزة في الصيدليات، ممكن بفصلها عند الدكتور، وده النوع اللي احنا بنحبه عشان كل عيان بيختلف عن العيان التاني. السؤال اللي بيتسأل كتير، هل انا ممكن اتخلص من نضارة القراية واعمل ليزك عشان اتخلص من نضارة القراية؟ في حل من الحلين. لو انا بلبس نضارة للمسافات البعيدة فممكن ان انا اعمل عملية ليزك اتخلص من نضارة المسافات، واعمل معاها حاجة بسيطة تخليني اتخلص من نضارة القراية. لكن الناس اللي بيشوفوا البعيد كويس 6/6 وعايزين يستغنوا عن نضارة القراية بس، ممكن بيعملوا ليزك في عين واحدة. ليزك في عين واحدة ازاي؟ باجي بشوف العين المسيطرة اللي انا بشوف بيها كويس، اللي انا بنشن بيها، اللي انا بستخدمها في معظم شغلي، بشوف بيها 6/6 ما بقربلهاش خالص. ببتدي اشتغل على العين التانية، بعمل فيها ضعف ابصار بدرجة بسيطة بحيث انها تساعدني ان انا استغنى عن نضارة القراية في حوالي 60-70% من شغلي. ان انا اشوف الموبايل، ان انا اقرا منيو في مطعم، ان انا اقرا كلمات معينة، ده كله ممكن اعمله في عين واحدة بعملية تصحيح. انتظروني ان شاء الله في حلقات جديدة ومواضيع كتير هنتكلم عليها. ولو اي حد عنده اي استفسار او حابب ان انا اجاوب له على اي حاجة، ياريت يكتبها وانا ان شاء الله هرد عليه في اسرع وقت. مع السلامة.